عشان تعيش في الحياة تكون شخص كويس، شخص مميز، شخص ناجح، شخص إيجابي، شخص بيعرف فعلا يعمل الحاجات اللي هو عايزها. بتحتاج شوية مهارات تساعدك في إنك تقدر تعمل الحاجات ديت. الحياة مليانة بالمهارات الكتير اللي متنوعة في مجالات كتير جدا. بس فيديو النهاردة هكلمكم عن أهم 7 مهارات لازم تتعلمها، هتساعدك في جميع جوانب حياتك. عايزين؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم عن أهم 7 مهارات لازم تتعلمهم في الحياة. بس خلينا نودع حاجة بسيطة. كل شخص بيكون مهتم بمجال معين في حياته، بيكون بقى ليه علاقة بشغله أو بدراسته whatever، ليه علاقة بإيه، بس كل شخص بيكون مهتم بمجال معين. الفيديو ده بقى 7 مهارات جنرال كده في الحياة لازم نتعلمها، هتساعدنا في جميع جوانب حياتنا. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو انزل اضغط لايك وسبسكرايب، عشان دوت بيساعدني الفيديو يوصل لناس اكتر ويساعدني اعمل فيديوهات اكتر. ولو انت لسه اول مرة تشوفني احب اقولك منور القناة. انا محمد سعد، بنزل 3 فيديوهات كل اسبوع. يوم السبت بنزل فيديو عن تطوير الشخصية، ويوم التلات بنزل فيديو عن ثانوية عامة، بما ان السنة اللي فاتت كنت ثانوية عامة وكده. ويوم الخميس بنزل فيديو تعلم حاجة جديدة في 15 دقيقة بس. فلو انت او انتي مهتمين بالمحتوى دوت وحاسين المحتوى دوت هيفيدكوا في حياتكوا اكتر وهيخلي حياتكوا افضل، فيشرفني جدا وجودكوا في قناتي. انزلوا اضغطوا لايك سبسكرايب واكتبوا لي كومنت، قولوا لي ايه رأيكم في اول فيديو تشوفوه ليا. وبس كده، يلا بينا نبدأ الفيديو. كده على سبيل التشويق، المهارة رقم 7 مهمة جدا. تمام، يلا بينا نبدأ. أول مهارة معانا، تعلم كيف تتعلم. احنا بادئين الموضوع جامد، ما ينفعش نبدأ بأي حاجة. بص، أي حاجة هتعوز تعملها في حياتك لازم ايه اللي يحصل الأول؟ إنك تتعلمها، صح؟ جميل جدا. فأول مهارة لازم تتعلم كيف تتعلم. اللي هو انت مثلا اي حاجة في حياتك عايز تتعلمها، هتتعلمها ازاي؟ لو انت مش عارف هتتعلمها ازاي، الموضوع بالنسبة لك هيبقى غامض وهيبقى صعب. اللي هو انت مش عارف طب ابدأ منين، طب اروح فين، طب ده مكان بيعلموه ولا هتعلمها اونلاين، انت مش عارف. فالموضوع هيبقى يعني اكشلي هيبقى صعب جدا. طيب تتغلب على الحوار دوت ازاي؟ انك تطبق المهارة الاولى، تعلم كيف تتعلم. طيب انا هقول لك تعلم كيف تتعلم وخلاص كده واسيبك ونخش على المهارة اللي بعد كده؟ اكيد لا. هقول لك ازاي تطبقها في حياتك في ارض الواقع. في كتاب اسمه تعلم اي حاجة في 20 ساعة بس. الكتاب دوت لو قرأته بجد هيعرفك ازاي تقدر ان انت تتعلم اي حاجة ايا كانت ايه في 20 ساعة بس. انت متخيل يعني ايه 20 ساعة؟ اللي هو انت ما كملتش يوم بس هتتعلم كل حاجة عن الحاجة ديت. طب انت بقى مش بتحب القراءة او مثلا مش عايز تقرأ او ايا كان السبب، في قناة على اليوتيوب اسمها دروس اونلاين، طبعا كلنا عارفينها، بتاعت احمد ابو زيد. القناة ديت منزلة فيديو بيتكلم عن ان هو ملخص الكتاب دوت، وان هو حضر مؤتمر كان بيتكلم عن الموضوع دوت برضو، وملخصه في 4 ساعات تقريبا. تعلم كيف تتعلم. ممكن تشوف الفيديو دوت، هيفيدك جدا وهيعرفك ازاي تتعلم اي حاجة في حياتك في 20 ساعة بس، او في وقت قليل. سيبك من 20 ساعة عشان ده محتوى الكتاب، في وقت قليل. فانك هتطبق اول حاجة، تعلم كيف تتعلم. اي حاجة هتعوزها في حياتك بعد كده بقى، اللي هو انا عايز اتعلم ايه، لغة، تمام، انا عرفت في دماغي كده الطريقة اللي همشي عليها. اللي هو الموضوع مش هيبقى غامض، مش هيبقى صعب، لا، طول ما انت ممهد لنفسك الطريق وعارف هتبدأ ازاي هتخلصه. لكن لو انت مش عارف اصلا هتبدأ ازاي، او مش عارف ايه الدنيا او هتعمل ايه او هتروح فين، فالموضوع بالنسبة لك مهما كان سهل هيفضل صعب. فدي مهارة لازم تكون في حياتك، وهي تعلم كيف تتعلم.
مهارة التواصل مع الناس. لازم تتعلم صح ازاي تتعامل مع الناس. وبصوا، في ناس بتكون مولودة بالفطرة بالمهارة ديت وبتكون عندها المهارة ديت كويسة جدا، وفي ناس بحكم شغلها ان هي مثلا 24 ساعة في الشارع، او ان هي مش 24 ساعة 24 ساعة بس قصدي يعني طول اليوم، فبالنسبة لها لغة التواصل ديت يعني هم بروفيشنال جدا في الحوار دوت. بس لازم برضو تتعلم الموضوع دوت، اللي هو تعرف ازاي تسمع الشخص اللي قدامك. تسمعه مش اللي هو تكون ساكت وهو بيتكلم، لا تسمعه فعلا، يعني تفهم ان انت تكون منتبه له وتكون ساكت وتترجم الكلام اللي هو بيقوله في دماغك وتحاول تفهمه. وازاي تعرف تكلم الشخص اللي قدامك، ولو هو مثلا مش مقتنع بحاجة ازاي تخليه يقتنع، في سبيل برضو ان ما يحصلش ما بينكم مشكلة او كده. لو في مثلا تفاوض على حاجة معينة، ازاي تخش التفاوض دوت، وازاي تكون تقدر ان انت تقنعه بفكرة هو مش مقتنع بيها، في سبيل ان انت مثلا تحل الموضوع بينك وبينه بالود، ويكون في الاخر انت كسبان وهو كسبان. يعني التواصل في حاجات كتير مهمة جدا جدا لازم تتعلمها. الموضوع مش مقتصر ان انت تكلم شخص قدامك وهو يكلمك وبس، لا، الموضوع يعني اعمق من كده وممتع برضو. يعني مش اللي هو وحش بقى وانت بتتعلمه وبتاع وصعب وممل، لا، هيبقى ممتع جدا وانت بتتعلمه، وهيخليك تفهم اللي هو الشخص اللي قدامك دوت بيفكر ازاي، ايه الحاجات اللي يتقبلها، ايه الحاجات اللي لا، وهكذا. هتعرف النفس البشرية بتحب ايه، بتكره ايه، ايه الحاجة اللي بتكون مايل ليها ويحب ان هو يسمعها. وده طبعا هيفيدك في حياتك الشخصية وفي مجال عملك ايا كان مجال عملك ايه، وهيفيدك في تقريبا كل جوانب حياتك. فاتعلموا التواصل صح. مهارة الابتكار والابداع. اي حاجة لما تكون تبص لها، ممكن لو انت شخص عادي تبص لها بنظرة عادية، لو انت نميت جواك انك تكون شخص مبدع ومبتكر، في حاجات كتير في حياتك هتبص لها نظرة مختلفة. النظرة المختلفة ديت، اقول لك بس الاول ايه اللي يميز شخص عادي وشخص مبدع. ايه اللي يميز بين الاتنين؟ ان الشخص العادي بيبص للحاجة على انها حاجة عادية مش مشكلة عادي. الشخص المبدع بيبص للحاجة العادية ويبص ليها نظرة تثبت لا الحاجة دي مش عادية، الحاجة دي فيها سنة من الابداع، فيها سنة من الابتكار، فيها سنة من ان انا ممكن مثلا استخدمها في حاجة مهمة جدا. فده اللي يفرق الشخص العادي من الشخص المبدع. طيب انت لما تكون شخص مبتكر او شخص مبدع يفيدك في ايه في حياتك؟ في كل جوانب حياتك. ازاي؟ هقنعك دلوقتي. مثلا في مجال شغلك، لو انت شخص مبتكر او مبدع ممكن تبص الازمات ان هي مفتاح مثلا للثراء، وانك يكون معاك فلوس كتير جدا، في انك فكرة مشروع الناس كلها بتعاني من كذا، انا مش هكون بعاني زيهم كشخص عادي. ممكن تكون بتعاني بس هتبص لها بنظرة مش هكون بعاني زيهم كشخص عادي، لا، هبص لها بنظرة شخص مبتكر وهعمل حاجة تحل لهم المشكلة ديت فهتجيب لي فلوس فهبقى شخص غني. حلو، ده شخص كده مبتكر ومبدع. الموضوع مش بالبساطة ديت، خلينا برضو متفقين. بس لو نميت عندك مهارة انك تكون مبتكر ومبدع ودايما بتفكر بره الصندوق، ايه الجديد، ايه اللي ممكن اعمله في الحاجة ديت عشان تبقى احسن، وهكذا، هتفيدك في حاجات كتير. ده بالنسبة مثلا جانب شغلك. طيب الجانب بتاع حياتك الشخصية هتفيدك طبعا في انك هتكون كل شوية مش شخص ممل. يعني وانت بتتكلم مثلا مع الناس حواليك مش هتكون شخص ممل، لا، انت دايما مبتكر ومبدع، فبتبتكر حاجات جديدة وبتعمل حاجات جديدة بيخليهم يحبوك اكتر ويكونوا انترستد في كل مرة بيشوفوك فيها. فدي طبعا حاجة كويسة جدا. رابع مهارة القيادة. لازم تتعلم ازاي تكون شخص ليدر تقدر فعلا تقود مجموعة من الناس. والموضوع مش سهل على فكرة زي ما انت فاكر، لان ممكن يكون شخص قائد بس معلش في الكلمة، قائد مش قائد، هو قائد غبي. قائد بيحس الناس اللي حواليه ان هو اللي قائد وان هو اللي جامد، وهو اصلا مش عارف يقود نفسه، مش عارف يقود الناس اللي حواليه. والموضوع دوت لو انت في مكان مهم، في مثلا شركة بترول او كده، مكان يعني العلاقة بتاعته
بتبقى ليها علاقة بالحياة والموت. يعني الموضوع بيبقى خطر لو انت شخص حطوك تبقى قائد لفريق او قائد لمجموعة او قائد تيم عامة وانت مش عارف تقوده. فالموضوع ممكن تدي قرار يكون سبب في دمار حاجات كتير جدا جدا. فالموضوع مش هيبقى لطيف خالص. لازم تتعلم ازاي تكون شخص قائد صح، وازاي تقول اي حاجة انت عايز تقولها للناس الفريق بتاعك ويقتنعوا بيها، في سبيل ان في الاخر كلكم تبقوا في اعلى حاجة او في افضل حاجة، وتكونوا في حاجة كويسة. ما تكونش انت بتجبرهم على حاجات وانت اصلا مش عارف الحاجة ديت اذا كانت صح ولا غلط. فمهارة القيادة مهمة جدا جدا، لازم تتعلموها. مهارة رقم 5، عزيزي المشاهد عزيزاتي المشاهدة، قلت افكركم لو لسه لحد دلوقتي ما ضغطتوش لايك او سبسكرايب اعملوا كده، عشان بجد بتفرق معايا وبتحسسني اللي هو لا اكمل. الناس فعلا مهتمة بالمحتوى دوت وبتشجعوني اعمل فيديوهات جديدة. المهم فما تنسوش الحوار دوت. المهارة رقم 5، المرونة في التفكير، ودي مهارة مهمة جدا لازم تكون في حياتكم. ازاي؟ هقولك دلوقتي. ما تكونش متعصب لرأيك، ورأيك هو في الأول وفي الآخر الصح، وإن أي حد حواليك خالف رأيك يبقى ابن 60 في 70 ويبقى هو شخص بيهاجمك ويبقى أنت كده شخص. لا لا، اهدى اهدى. لازم يكون عندك مرونة في التفكير في كل حاجة. انت قلت وجهة نظر وحد تاني قالك لا والله وجهة نظرك دي غلط، الصح بتاعها كذا كذا كذا. فكر في الكلام، لو عنده حق قول له تمام شابو ليك صح، انت عندك حق، انا فعلا قلت وجهة نظر غلط. اعترف بغلطك في سبيل انك تعرف الصح او ان وجهة النظر التانية صح. قلت مثلا فكرة ان انا مثلا شغال اي شغلانة، والشغلانة ديت جه حد اقترح عليك قالك بص بدل ما انت شغال على ارض الواقع ممكن تحولها اونلاين وهيجيلك كلاينتس اكتر وشغلك هيكبر اكتر. ما تفكرش اللي هو انا بعد 20 سنة هفضل شغال والناس عارفيني ومش عارف ايه في الاخر اعمل على اونلاين والكلام ده. ما عملش انا الكلام ده. طب ما هو تمام ما تعملش الكلام ده، مين اللي هيخسر؟ انت. ما انت كمان عندكش مرونة في التفكير. لازم تخلي عندك مرونة في التفكير، اللي هو دي حاجة جديدة تمام اجربها. انا كنت غلط تمام، طب وايه الصح؟ لما تكون عندك مهارة مرونة في التفكير هتلاقي حاجات كتير مش بتاخدها على محمل شخصي. ده اول حاجة. فيعني الحاجة اللي بتاخدها على محمل شخصي هتتعبك انت نفسيا، وهتأثر على حياتك، وهتأثر على ردة فعلك للناس، وعلى سلوكك، وعلى سعادتك. مش هيكون في عندك سعادة طبعا. طب وليه الكلام ده؟ خلي عندك مرونة في التفكير واعمل الموضوع واحدة واحدة. يعني حاول تخلي الموضوع واحدة واحدة وشوف حياتك هتبقى أفضل ازاي. رقم 6، اللي أنا أضمن لك لو أنت عملتها هتقدر تعمل حاجات كتير جدا في يومك، ويومك مش هيضيع زي اليوم اللي فات واليوم اللي قبله، وهي تنظيم الوقت. لازم تتعلم ازاي تنظم وقتك. الموضوع دوت يعني بجد مهم 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 فوق ما تتخيلوا. ان الوقت يعني دلوقتي في حاجات كتير جدا بتاخد الوقت، في حاجات كتير جدا مشتتات كتير جدا، اللي هو بس انت لو سبت نفسك او معرفتش تعمل كنترول على نفسك هتلاقي نفسك بتروح هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، والموضوع هيبقى معاك اللي هو انت مش عارف انا ما عنديش وقت. انت فعلا ما عندكش وقت ليه؟ وما بتعملش حاجة، يعني مش بتنتج. اللي هو انا مثلا مش ما عنديش وقت فانا مثلا بنتج في حاجة تانية. لا، انا ما عنديش وقت ومش بنتج. يعني انت لو فتحت تيك توك مثلا وفضلت تتفرج شوية بالميت كده ممكن ساعتين 3 يروحوا، ده بجد من غير ما تحس. في سبيل ان انت لو في شغل ونص ساعة يا اليوم تقيل قوي واليوم كبير، ما هو انت عشان مركز مع الوقت فحس ان هو كتير. لكن لو على التيك توك عادي اليوم كله يروح مفيش مشكلة عادي. فتنظيم الوقت مهم مهم. طب تعمل الحوار ده ازاي برضو عشان نكون على ارض الواقع؟ الموضوع بسيط جدا. هتجيب ورقة وقلم وهتكتب انا مثلا النهاردة عايز اعمل في يومي كذا 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 كذا. حلو، هعملهم ازاي؟ دوت ممكن ياخد ساعتين، ده ممكن ياخد 3، ده ممكن ياخد 5. حلو، ما تحطش برضو الحاجة اللي هو ده ياخد ساعة وربع، ده ياخد ساعة و35 دقيقة. لا، ما تخليش الموضوع كده. خلي فيه مثلا ربع ساعة زيادة او كده
عشان ما تبقاش محكم قوي بحيث الوقت، لكن انك تنظم وقتك دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، لازم تعلموها. رقم 7 اللي كلنا مستنيينها، اللي هي مهمة جدا، تقريبا ممكن تكون اهم حاجة في الفيديو. هو الفيديو كله كل مهارة منفصلة مهمة جدا عن التانية. المهارة رقم 7 وهي مهارة حل المشكلات. مفيش حياة من غير مشكلات، كل الحياة أكيد بيكون فيها مشاكل، ومشاكل من كل أنواع بقى، مشاكل اجتماعية موجود، عاطفية شغال، أسرية ما يضرش، فاهم؟ هتلاقي كله. فأنت لازم تبرمج دي إن هي لما تشوف أي مشكلة ما تبصش قدامك كده واللي هو لا، لازم تبرمج دماغك إن لما تشوف مشكلة تبص لأي مشكلة فين الحل بتاعها عشان نخلص، فاهم؟ عشان نشوف غيرها. برمج عقلك انك لازم تتعلم ازاي تحل المشاكل. هتحل المشاكل ازاي؟ بص، ما تركزش على المشكلة، ركز على الحل بتاعها. يعني مثلا مشكلة في الشغل، المدير مثلا عمل حاجة، ما تقدرش تقول ايه اللي حصل، المدير عمل كذا وكذا وكذا وكذا، والموظف راح رد عليه وقال له كذا 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 كذا، فالمدير ما سكتش، راح قايل كذا. ليه؟ طب خلاص اجيب مدير موظف، طب يا جماعه خلاص مفيش مشكله، مش مشكله، تحل المشكله بينهم ومن غير اصلا ما تعرف المشكله. يعني مش لازم توجع دماغك في ان المشكله تتعمق قوي في تفاصيلها وتنسى اهم جزء من المشكله ديت وهي الحل بتاعها. طب بقى دي بقى على كل حاجه، لازم تتعلم ازاي تحل اي مشكله وتركز فعلا على الحل، عشان الموضوع يبقى معاك اللي هو انت مش هتكون بص المشاكل يعني والله بعد فترة كده تحول لشخص حكيم، اللي هو فاهم المشكلة دي حلها كذا، المشكلة دي حلها كذا، انت حلتها كتير، فاهم؟ فانت عندك خبرة في الحوار ده. فدربوا عقلكم انكم تحلوا المشاكل، مش انكم تركزوا على المشاكل. قبل ما نقفل الفيديو يا صديقي كده، احنا خلصنا ال7 مهارات المهمين اللي لازم تعلمهم في الحياة، اللي هيفيدوك في كل جوانب حياتك. لازم تحافظ على تفاؤلك وانك تكون شخص ايجابي في الحياة، عشان ديت حاجة هتخليك تعدي اي حاجة في حياتك، بجانب الصلاة طبعا اللي هي الاساس. لازم تكون شخص متفائل، مش شخص بتركز على الحزن، مش شخص مهتم بكل شيء سيء او كل شيء وحش في الدنيا. الحياة من اول الخليقة لحد دلوقتي حصل فيها حاجات وحشة كتير جدا جدا جدا. لازم تكون مقتنع ان كل حاجة وحشة في قصادها نعمة جميلة، في حاجة كويسة. درب عقلك ان الحاجة الوحشة خلاص احاول احلها او احاول ان انا اصلح منها، لكن الحاجة الحلوة استمتع بيها. تكون شخص ايجابي، شخص متفائل، شخص بيحب الحياة، شخص بيطور من نفسه كل يوم، شخص شايف الحياة ان هي جميلة وكل يوم احلى. وبس كده، الى هنا تخلص حلقتنا النهارده. الى اللقاء في فيديو اخر. وزي ما قلت لكم يا جماعه، لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا اكتبوا لي كومنت قولوا لي رايكم في الفيديو، عشان بجد يعني المحتوى دوت انا بتعب فيه، فعايز اعرف الناس مهتمه بيه ولا مش مهتمه، او انا بحرق في حاجه اصلا الناس بتحبها ولا لا. وبس كده، الى اللقاء في فيديو اخر. سلام.